الجو التحفة الجميل جدا. أنا عايزكم تستمتعوا معايا بالمنظر الجميل على كورنيش مرسى مطروح. والناس الأسر كلها بتتجمع وبتفطر هنا في رمضان. بصوا يا جماعة الجمال. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا متعود ان انا اعمل فيديوهات عن التكنولوجي واقدمها بشكل بسيط، لكن عندي حاجات تانية عايز اتكلم فيها، ففكرت ان انا اعمل قناة تانية واقول فيها الافكار او الحاجات اللي بتيجي في بالي، ونفسي ان انا اتكلم فيها مع الناس. الفيديو المرة دي مختلف. الفيديو المرة دي عن مرسى مطروح، وعن لحظات شروق الشمس في مرسى مطروح. دلوقتي احنا الساعة 5 الصبح، ويعني المنظر زي ما انتم شايفين كده اهوت من ورايا. الدنيا فاضية هنا في مرسى مطروح تماما، لا مصيفين ولا ناس فكرت ان هي تبتدي ان هي تيجي مرسى مطروح وتستمتع بجمالها. مرسى مطروح طبعا محافظة من اكبر محافظات مصر في المساحة، لانها بتمتد السواحل بتاعتها مسافة طويلة جدا على البحر الابيض المتوسط، وبتمتد جنوبا في عمق جمهورية مصر العربية مسافة كبيرة جدا، وهي من اكبر محافظات مصر. من قدام مقر او فرع النادي الاهلي او المصيف بتاع النادي الاهلي في مدينه مرسى مطروح الجميله، هبتدي الفيديو بتاعي عشان يبقى الناس عارفه المكان اللي انا بصور فيه. دلوقتي احنا في مرسى مطروح، وفي نهايه او اخر ايام شهر ابريل، واواخر ايام في رمضان. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وزي ما انتم شايفين يعني الجو التحفة جميل جدا. درجة الحرارة هنا تحفة جميلة. يمكن درجة الحرارة دلوقتي حوالي 14 درجة، وزي ما انتم شايفين كورنيش مرسى مطروح وجماله. الدنيا فاضية تماما تماما تماما. بصوا يا جماعة الجمال. أنا عايزكم تستمتعوا معايا بالمنظر الجميل.
وقت الفطار على كورنيش مرسى مطروح. الناس كلها ظهرت اهي، عربيات، ومدفع الفطار ضرب، المغرب بيقول الله اكبر. احنا شفنا بقى مدفع الافطار هنا في مرسى مطروح. المحافظه بتضرب المدفع ده كل يوم، والناس بتتجمع تتفرج عليه زي ما شفنا. بعد الفطار الناس بتتجمع على البحر، شايفين من ورايا في ناس كتيره قاعده. وفي البرجولات، في برجولات برضو اهي، في برجوله مثلا هي ورايا، تمام. والناس الاسر كلها بتتجمع وبتفطر هنا في رمضان على امتداد الكورنيش كله. ما تعودتش الحقيقه ابدا ان انا اقضي اي ايام رمضان خارج القاهره، وبالنسبه لي دي كانت تجربه جميله جدا الحقيقه. اتمنى ان الفيديو بتاع مرسى مطروح يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا اشتركتوا معايا في القناه، ولو ليكوا اي تعليقات اكتبوها لي، وهكون سعيد بان انا اقرا التعليقات ديت. ولو في اي ملاحظات ان شاء الله هستعين بيها في ان انا احسن من مستوى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. واشكركم، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.